اهلا بيكم في بودكاست عشانك مشاكل الشعر، ولو اي مشكله بتعاني منها اي بنت علاجها ايه وتقدر ازاي تتصرف في المشكله دي. لغينا الدكاتره ولغينا العلم ولغينا كل حاجه. كل نصايحي او كل الحاجات اللي باخدها عن طريق واحده تجربه شخصيه. في فراغات، في تساقط، في جفاف زياده، في هيشان زياده. احنا وانس ان زي ما قلت لك حددنا المشكله هنقدر نمشي بقى في بروتوكول العلاج صح. ان الشعر خفيف او ما بيطولش او ضعيف او بيقع او كده. يعني انا دلوقتي لو عندي مشكله في تساقط الشعر اقدر ان انا اعمل ايه في حياتي اليوميه يساعدني كعادات مثلا. دي فعلا دي من الحاجات اللي بجد بتفرق جدا في الشعر. وما تنسوش تتابعوني في بودكاست عشانك كل المنصات الموجوده في الديسكريبشن. باي باي. اهلا بيكم في بودكاست عشانك. النهارده انا جايه اكلمكم عن موضوع برضو يهم البنات كلها، وموضوع جميل، وموضوع كلنا نحب نسمع عنه حاجات كتير ومعلومات عنه كتير، لان اكيد عندنا مشاكل تخص الموضوع ده كتير، وهو مشاكل الشعر. هنتكلم بشكل تفصيلي عن كل حاجه تخص الشعر، ولو اي مشكله بتعاني منها اي بنت علاجها ايه وتقدر ازاي تتصرف في المشكله دي. تابعوني ويلا بينا نبدا. ازيك يا يمنى، عامله ايه؟ ازيك يا سهيله؟ انا عايزه اقولك ان المشكله دي بقى يعني انا بصراحه اللي مختارها، لان انا عندي بعض المشاكل في شعري. وبصراحه بخاف يعني من كتر الحاجات اللي بسمعها. عارفه لما تسمعي دوشه كتير، اللي هو لا انت عايزه شعرك، طب مش عارفه اعملي خلطه الرز مع خلطه الروزميري مع مش عارفه ايه، كارثة. طب اعملي جلسه ايه، طب تريتمنت ايه، فتحسي ان انت من كتر الاوبشنز او من كتر الحاجات اللي محيراكي انت خلاص مش عايزه تعملي حاجه. السوشيال ميديا دي خربت دماغنا كلنا. كارثه بجد، وكل البنات بنت بقى تقول لا تجربتها تدخل تكتب وصفات معرفش بتجيبها منين وما وهي دي لها حل. بيوضحوش يا يمنى ان مثلا دي تجربه فرديه. يعني انت ممكن الرز ده يبقى حلو معاكي، ممكن انا ينشف ويدمر شعري. بالظبط. مية الرز، بصي هي مية الرز حلوة وجميلة، بس مش هتناسب كل المشاكل، يعني كل واحدة. عشان كده بقى احنا بيجي دور الدكاترة ودور العيادة ودور المكان اللي احنا لازم نروحه، لان الدكتور هي بتقعد تعرف منك الهيستوري بتاعك، ايه سبب المشكله اللي بتعاني منها. فانا مش هنكر ان ممكن في حاجات وخلطات حلوه وجميله وممكن تفيد اللي هي شعرنا. الحاجات الطبيعيه اللي هي ما فيهاش افتكاسه. يعني الروزماري والحاجات دي من الحاجات الحلوه والجميله واللي بتحفز نمو بصيلات الشعر وكل حاجه، بس اكيد مش هي دي اللي بتحل مشاكل كل المشاكل اللي موجوده عند كل البنات. فاهمه اقصد ايه؟ صح. يعني احنا كل واحده فينا ليها مشكله وليها طريقه علاج وليها اسباب، ولازم نبقى عارفين اسبابها عشان نعرف نقدر نحط بروتوكول علاجها وتمشي هي على الحاجات دي. احنا بقى هنتكلم عن كل الحاجات دي بالتفصيل، بس يا يمنى نهايلايت بس الاول انه الجروبات بتاعت الفيسبوك بتاعت البنات مش هتحل مكان العياده. البنات بالظبط. بقت تخش تسال في مشاكل جوهريه، يعني مشكله كبيره يا يمنى قوي، فتسال فيها على جروب. طب ما انت ده مكانه الدكتور، فهم بقى يتعاملوا مع الدكاتره الجروب. ما اعرفش لازمتهم ايه بقى بالظبط، ساعتها. هم بقوا يعني احنا لغوه الدكاتره لغينا الدكاتره ولغينا العلم ولغينا كل حاجه. بالظبط. لو انا عندي مشكله اخش اسال البنات اللي على الجروب. لا طبعا. فدي حاجه بس عايزين نقول ان هي غلط تماما 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 انا ما تماما. عنديش مشكله انك انت تدخلي تكتبي تحكي عن تجربه شخصيه، حاجه انت جربتيها لقيتي منها نتيجه، اوكي دي حاجه حلوه وجميله، انا اخش ادي للبنات مثلا معلومه، بس ما ينفعش انا ابقى قاعده كل نصايحي او كل الحاجات اللي باخدها عن طريق واحده تجربه شخصيه. يعني انت جربتيها فنفعت معاكي، فمش شرط تنفع معايا انا. فاهمه؟ يعني انا بشوف انه احنا لازم نمشي الموضوع ستيب باي ستيب. يعني انا عندي مشكله ان انا مثلا متضايقه ان شعري فيه فراغات، فيه تساقط، فيه جفاف زياده، فيه هيشان زياده. طب خلاص انا هروح للدكتور اعمل كونسلتيشن ويقدر يحدد لي سبب المشكله بتاعتي ايه، عن طريق بقى انه بيتكلم معايا في الاول، بياخد مني هيستوري الاول، وطبعا انا بكلم سواء دكتور راجل او ست يعني وات ايفر. بياخد مني او بتاخد مني الاول الهيستوري بتاعتي وايه اسباب، حاجه وراثيه، حاجه بسبب حاجه انا بعملها غلط في حياتي، غلط بسبب تغذيه، بسبب وات ايفر، محتاجه فيتامينز، محتاجه ايه. الدكتور او الدكتوره هو اللي بيقدروا يحددوا المشكله. بالزبط. فساعتها بيبقى سهل قوي ان احنا نحط العلاج ونعالجها بشكل سليم. ده بقى بالزبط. اللي احنا عايزين بس نركز عليه اول حاجه يعني كده. بصي يا سهيله، هو انا شايفه ان احنا عامه كل حاجه زي ما بيقولوا كده مثل بالبلدي، ادي العيش لخبازه. فاحنا كل حاجه يعني لازم نروح للحد المتخصص فيها، او اللي درس وضيع عمره وعاش سنين في حياته بيدرس وبيشتغل على الحاجات دي. فاهمه؟ ف
برضو حاجة من الحاجات مشاكل الشعر دي ليها أسباب كتيرة جدا جدا. يعني أنا هقدر لو حتى قلتلك هقولك جزء منها، لكن هي ليها بجد مشاكل، ليها صح. أسباب كتيرة قوي. يعني ممكن أنا بسبب أكل غلط باكله، بسبب قلة تغذية، بسبب قلة فيتامينز في جسمي مثلا، محتاجة ان انا اعمل شوية تحاليل عشان اعرف، بسبب مشكلة في هرموناتي مثلا، بسبب مشكلة في الشامبو اللي بستخدمه او الحاجات اللي بحطها لشعري، بسبب قلة الحمامات الكريم مثلا. بصي يعني حاجات شفتي كتيرة طبعا. وفي حاجات بقى وراثية، يعني في حاجات انا اصلا يعني دي حاجة جاية لي جيناتكس من احنا هنتكلم عن ده كله اجدادنا بقى. بالتفصيل، بس انا بقى يوم عايزاكي ترشدينا احنا كبنات. لو انا عندي مشكله او كده، ايه اول ستيب اعملها قبل حتى ما اعرف سبب المشكله بصي يعني؟ سهيلة، أول حاجة لازم أروح للمكان الصح، المكان اللي أقدر أحدد بيه. أنا واحدة مش هقدر أفيد نفسي، لأني أنا محتاجة حد يساعدني، أنا عندي مشكلة ومحتاجة حد يساعدني فيها. هروح للدكتور، المكان اللي أنا بحبه والمكان اللي أنا مثلا متعودة أروح أعمل فيه أي حاجة تانية أنا بحبها، ببقى مرتاحة فيه، ببقى حاسة ان هم ناس او دكاترة كويسين وشاطرين وعلى قدر كويس من الشطارة والنظافة وكل الكلام ده، فاهمة؟ هروح للدكتور وهحكي والله انا عندي 1 2 3. ساعتها الكونسلتيشن ده هيفيدك بقى ان احنا وانس ان زي ما قلت لك حددنا المشكلة، هنقدر نمشي بقى في بروتوكول العلاج صح. ممكن بداية من تابلتس ممكن ناخدها، بداية من عادات غلط في حياتنا ممكن نعدلها، لحد مثلا جلسات اللي احنا ممكن نعملها في العيادة تحفز نمو الشعر. لو احنا بنتكلم على مثلا ان الشعر خفيف او ما بيطولش او ضعيف او بيقع او كده، فده ضعف في بصيلات الشعر، فدي ممكن نعمل نظبطها بجلسات مثلا منها خلايا جذعية ممتازة للشعر، ممتازة فوق كلمة ممتازة، بتجيب نتائج حلوة جدا 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 جدا. ممكن جلسات ميزوثيرابي، ممكن جلسات بلازما. الفرق بس ما بينهم هما التلاتة انه البلازما، لان ده سؤال كومن برضو، البنات كتير قوي بيجوا عندنا هنا في العيادة بيسألوا السؤال ده، انه ايه الفرق بين البلازما، ايه الفرق بين مثلا الخلايا الجذعية. البلازما هي طبعا عين الدم بتتاخد من مثلا من الكلاينت، الدكتور بتاخدها بتفصلها وبتاخد الفيتامينز او الحاجات اللي هي يعني الماده اللي بتتركز في الدم، بتاخدها وبتحقنها في الشعر دايركتلي، او عن طريق الديرما بين برضو ممكن تتعمل كده او كده. بس دي انا بشوف انها مش دايما بتبقى effective مع كل الناس، لان هي بتعتمد اكتر على تغذيتك وعلى مناعتك وعلى الفيتامينز اللي في جسمك. يعني لو انا عندي شويه انيميا، البلازما دي مش هتجيب معايا نتيجه خالص، فهمتي؟ فعشان كده بقى يجي دور الدكتور ان هو يحدد بقى انت ايه الانسب ليكي. لو انت بسبب مثلا ان انت عندك انيميا، انا شعري بيقع بسبب انيميا، فانا مهما عملت جلسات بلازما مش هتجيب معايا نتيجه، مش هتأثر، فساعتها ممكن يرشح لك اكتر الخلايا الجذعيه وهكذا. ولو واحده مثلا مشكله شعرها بسبب حاجات هي بتعملها غلط في حياتها، يعني بسبب شامبوهات بتستخدمها غلط، بسبب مثلا بتعمل شعرها كتير، بتعرضه للحراره كتير، حاجات زي كده، ممكن ساعتها الدكتور يطلب منك شويه حاجات تعمليها جنب جلسات البلازما اللي ممكن تتعمل في العياده، عن طريق بقى الحقن الانجكشن دايركت او عن طريق الديرمابين. طيب جميل. يعني انا ما اروحش مثلا اسمع عن جلسه البلازما فاروح دايركت اعملها، لا، لازم انا الاول اقعد ضد مع فكره دكتور ان انا اي حاجه اسمعها اروح اعملها. وعشان كده قلت لك احنا عندنا المميز عندنا ان احنا في حاجه اسمها كونسلتيشن قبل ما تعملي اي حاجه. يعني ما ينفعش كلاينت تيجي تقول انا عايزه اعمل مثلا ديرمابين وهي تدخل للدكتور والدكتور تشوف ان هي مش محتاجه ديرمابين فهتعملها لها. لا، انت واحده بس مش محتاجه ديرمابين، انت محتاجه حاجه تانية، فساعتها الدكتور هتقول كذا. انت مش محتاجه جلسات بلازما، انت محتاجه كذا، محتاجه انك انت تظبطي اكلك، بس محتاجه شويه فيتامينز تاخديها والدنيا هتظبط معاكي، فاهمه؟ بس ده كله حلو قوي وجميل وهنقدر نعمله جنب بقى في عنايه تانية. برضو احنا كبنات لازم نكون مهما كانت شعرنا يعني كويس وبصحة كويسة لازم نبقى ماشيين عليه. يعني أنا ما بنكرش زي ما قلت لك في الأول، ما بنكرش إن في وصفات وفي حاجات طبيعية ممكن نستخدمها على شعرنا تجيب معانا نتائج وكويسة، بس مش هتعالج لنا مشكلة إحنا بنعاني منها بقالنا سنين مثلا. لا، بس دي ممكن تبقى حاجة كير بقى، يعني فاهمه؟ انت بس مجرد انك بتحافظي على شعرك. فانا بقى بحافظ على شعري ازاي؟ ان انا دايما بعمل له حمامات كريم، بعمل له حمامات زيوت وهكذا، فاهمه؟
طب يا منى، لو احنا هنقسم مثلا المشاكل اللي بتواجه البنات في الشعر عموما، وهي اغلبها منتشره يعني، هتلاقيها واضحه كده وايه، وبنات كتير مشتركه فيها. فلو هنبدا مثلا باول مشكله، و90% 80% من البنات بيعانوا منها مهما كان شعرهم حلو وصحي، وهي مشكله تساقط الشعر. اسبابها ايه؟ طيب الجلسات اللي احنا اتكلمنا عليها بشكل سريع دي، ايه منهم ممكن يفيدني انا في رحله تساقط الشعر بتاعي ان انا اعالجها؟ اوكي. فمحتاجين بقى نعرف ده منك بالتفصيل. بصي يا سهيلة، باختصار برضو عشان ما اطولش قوي على البنات، عشان برضو المعلومات عايزين تبقى الزتونه سهلة. بقى بتاعتك. يعني تبقى معلومة on واضحه point وصريحه، زي ما اخدها بيقولوا. اطبقها. بالظبط. يعني انا دلوقتي لو عندي مشكلة في تساقط الشعر هروح للدكتور، بسيطة قوي. ممكن يطلب مني شوية فيتامينز او شوية تحاليل اعملها، منها هقدر احدد اذا كان المشكلة اللي عندي دي بسبب نقص حاجات معينة في جسمي، ولا بسبب عادات غلط انا بعملها. وانس ان انا حددت المشكله كده او كده، هقدر ان انا اعالج. بس طبعا في ناس بتبقى مشكلتها لا فيتامينز ولا عادات غلط بعملها، مثلا بسبب حاجه وراثيه. بس يعني الحلو في الموضوع ان كل ده بيتعالج، ان احنا ما عندناش مشكله ان احنا هنعالج ده او ده او ده ايا كان ايه السبب. بس بروتوكول العلاج بيختلف شويه. في واحده ممكن تتعالج عن طريق الجلسات فقط، ما تحتاجش حاجه تانية. في بنات لا، تحتاج ممكن جلسات مع فيتامينز لازم تاخدها. ممكن في ناس بقى يعني بتحتاج بقى فيتامينز وبتحتاج عناية ومحتاجة جلسات من الجلسات اللي احنا بنعملها في العيادة عشان تقدر تلاقي النتيجة الكويسة بتاعتها. بس طبعا انا اللي لازم اعمل سبوت عليه ان الجلسات دي بتاخد وقت شوية. هي مش سحر، يعني مش هدوس على خلاص انا زرار عملت الاقي شعري انا نبت يعني. انا مشكله بعاني منها بقالي سنين، فهاجي وانس ان انا عملت اول جلسه خلاص ايه ده انا ما لقيتش النتيجه، ايه ده شعري ما طولش زي ما انا كنت عايزه، او ايه ده شعري لسه ستيل بيقع. لا، هو الموضوع هيبدا يتحسن تدريجيا زي اي حاجه بنعملها. يعني مفيش حاجه بنعملها بتجيب نتيجه من اول سيشن، سواء في بشرتنا او في شعرنا او في اي حاجه اصلا في حياتنا. فاهمه اقصد ايه؟ فكل حاجه محتاجه صبر، محتاجه التزام، ومحتاجه كمان قبل كل ده اروح المكان الصح. بس احدد جميل. فين المكان اللي انا المفروض اروحه. بالنسبه لي تكون المواصفات اللي انا قلت عليها في الاول دي كلها تبقى موجوده في المكان ده. خلاص وانس ان انا لقيته ورحت، هقدر ان انا اعالج المشكله دي ببساطه جدا. بس يبقى عندي صبر بقى، يعني جميل. يبقى عندي طولة بال بقى اخد 3 4 5 6 جلسات، كل واحده على حسب مشكلتها ودرجتها ايه. خلاص، يعني انا يعني لو انا مشكلتي تساقط شعر، اول حاجه لازم اعرف هل ده مثلا بسبب حاجات عندي ولا عادات خطا، وببتدي بروتوكول العلاج مع مساعده بعض الجلسات بالظبط كده، زي خلايا جذعيه، زي البلازما، بالظبط كل الحاجات دي هتساعد، لكن مش بالظبط. لوحدها. بس مش لوحدها لازم طبعا. نعالج المشكله باصلها. بالظبط. لكن يعني لو مش ممكن وراثه، اقدر ان انا ابتدي الجلسات دي على طول، لو او ايه لو الموضوع مش وراثي او مش بسبب نقص حاجه في جسمي. خلاص ببدا على طول السيشنز، والدكتور بتقول لك مثلا انت هتعملي جلسات 1 2 3، والمواعيد بتاعتها هتبقى 1 2 بتوجهني. 3 بالظبط. وهنبقى جنب ده في شويه كير بقى عندك في البيت تكوني انت محافظه عليه. ممكن تطلب منك شويه ترطيب زياده، انك انت تعملي حمامات كريم بشكل كافي، تاكلي كويس، تشربي كويس، تظبطي اللايف ستايل بتاعك كويس، وتقللي مثلا لو انت بتتعرضي للحراره او لسشوار او بيبيليس او كده، نحاول نقلل الموضوع على قد ما نقدر. ونظبط بقى والشامبوهات والكونديشنر والحاجات اللي احنا بنستخدمها تكون مناسبه لشعرنا لشعرنا، لان شعرنا زي بشرتنا بالظبط. انواع. يعني يعني في شعر دهني، في شعر جاف، في شعر لا كده ولا كده، يعني فاهمه زي بشرتنا بالظبط. فزي ما احنا محتاجين الكير بتاع بشرتنا يكون مناسب لينا، برضو شعرنا نفس الكلام. طب جميل قوي. بمناسبة بقى موضوع ترطيب الشعر وكده، مشكلة الجفاف، وان انت تحسي شعرك على طول هايش او جاف، او شكله كده مش حلو او بيلمع، دي هل مثلا في جلسة معينة انا اقدر اعملها تديني حيوية شوية او كده؟ بصي، هو الجلسات عامه اللي احنا بنعملها في العياده دي بتدي كل الكلام ده. يعني بتظبط عامه الحيويه بتاعت شعرك، بيبقى فيه حيويه، وفي شعرك هتحسي ان هو مور هيلثي. هتطول لك شعرك، هتظبط لك تقله، لو في فراغات في شعرك هتبدا تقل تدريجيا زي ما قلنا. كل ده الجلسات دي بتعالجها. يعني الجلسات دي فعلا كويسه جدا للشعر جدا. يعني ساعات في ناس مثلا بتيجي بتشتكي انه من كتر ما هي بتلبس الطرحه مثلا وبتشد الطرحه لورا، شعرها مثلا ممكن ينحل من قدام، يبدا يظهر لها شويه فراغات من قدام، فاهمه؟ فساعتها الجلسات دي هتفيدها جدا، هتبدا تظبط، يعني هتطلع لها شعر في المكان ده. ومع الوقت
مع المحافظه والكير اللي احنا بننصحها بيه هتبدا شعرها يرجع زي ما كان ويمكن احسن كمان. طيب يعني احنا يومنا نقدر نقول انه الجلسات اللي احنا اتكلمنا عليها سواء بقى بلازما، ديرما بند، كل الحاجات دي بتعالج اغلب مشاكل الشعر، بالظبط طول شعر، تساقط، بالظبط تقصف، هيشان، كل الكلام ده بالظبط بجانب حاجات تانية. بالظبط. طيب حاجة كمان برضو يا يمنى بالنسبة لموضوع الهيت، هل مثلا لو انا بستخدم الهيت بشكل مستمر او كده، يعني هل مثلا الهيت بروتكشن ده فعلا افكتيف زي ما احنا بنسمع طبعا ولا جميل. لا؟ لا الهيت بروتكشن انا من الناس، انا نفسي بستخدمه لشعري يعني فعلا بيفرق؟ طبعا طبعا. انت بتمنعي برضو الحراره، يعني اكيد شعرك بيبقى بيدخل له حراره بس مش زي بنسبه انه لما بتكونيش حاطه البروتكشن على شعرك، فاهمه؟ في ناس بتقول انه لا ما بيفرقش لا واي ما فيش كلام الكلام ده. لا طبعا لا طبعا يعني لا فعلا طبعا ننصح فيش. بيه، ننصح طبعا انه البنات طبعا. تستخدمه. ولو براندات معينه مثلا وبراندات حلوه ونظيفه هتلاقي لا بتجيب نتائج هلاقي كويسه. فرق، طبعا هتلاقي في فرق كويس. اكيد. طب يا منى كمان حاجة مهمة، بجانب بقى انا خلاص انا حددت مشكلتي وعرفت الجلسات اللي هعملها وظبطت مع الدكتور، عايزاكي تقولي لي كده زي تيبس او حاجات اعملها في اللايف ستايل بتاعي، سواء اكل سواء حاجة معينة اعملها تحسن، مش اكيد مش هتحل المشكلة طبعا، بس اللي هي حاجات تساعدني اقدر ان انا اعمل ايه في حياتي اليومية يساعدني كعادات مثلا. بصي سهيلة، يعني اي حاجه بتدخل جسمنا بتنعكس على بشرتنا وعلى شعرنا. يعني طول ما احنا اكلنا كويس واكلنا حاجات صحيه، بناكل سلطه كويس، بناكل خضار، بناكل فاكهه، بنشرب ميه كويس، حياتنا عامه اللايف ستايل اللايف ستايل اللي احنا عايشين عليه كويس، ده كله هينعكس على شعرنا. فاحنا لازم نكون ماشيين على نظام اكل صحي عشان نلاقي الكلام ده كله نتيجته باينه على منعكسه بقى على بشرتنا وعلى شعرنا. دي رقم 1، دي قبل اي حاجه. تاني حاجه بقى يجي دور الدكتور في ان هو يكتب لك بقى عدد الجلسات اللي انت هتحتاجيه، سواء بلازما، سواء ميزوثيرابي، سواء خلايا جذعيه، وات ايفر ايه هي نوع الجلسات. هيكتب لك او هتكتب لك نوع الجلسات وكميتها او عددها هيبقى قد ايه. جنب كده بقى انت لازم تحاولي تحافظي، انت محافظه شخصيه ان انت تحاولي ما تعرضيش شعرك للحراره كتير. لو انت مش محجبه ما تتعرضيش لاشعه الشمس جامد. لو انت محجبه ما تحاوليش تشدي شعرك جامد وانت بتربطي الطرحه فشد الشعر كتير وربطته مثلا بطريقه معينه ممكن ده فعلا يبوظ لك شعرك او ينحل لك شعرك، يعمل لك شويه فراغات. هو بيحصل دايما يومنا مع اغلب المحجبات، يعني بحس ان المحجبات كمان بيعانوا في يعني مشاكل ولو اكتر انت مثلا شويه. شعرك مبلول وقمتي رحتي لفه الطرحه عليه، دي مصيبه. دي مصيبه كارثة لوحدها. طبعا ده طبعا. غير بلس ان هو بيعمل ريحه مش لطيفه، انه غلط بيكسر يعني بصي هي شعرايه. حاجه انت ممكن ما تبقيش واخده بالك منها. يعني انت لو ما عندكيش خلفيه ان دي حاجه بتضر شعرك، انت ممكن ما تبقيش عارفه اصلا ان ممكن هو ده سبب ان شعرك بيقع، او شعرك خفيف، او شعرك ما بيطولش، او وات ايفر ايه مشكله، او حاجه عاده واحده ممكن من العادات اللي انا اتكلمت عنها دي كلها تكوني بتعمليها تكون هي اللي عامله لك المشكله دي. جميل قوي. بس طيب اخر سؤال بقى يا يمنى، عشان ايه الموضوع ده طالع بنات بتتكلم عليه كتير على الجروبس بتاعت البنات برضو. حوار المخده اللي انا بنام عليها او الحاجه اللي ده بيفرق؟ طبعا. والفوطه اللي بنشف فيها يعني شعري بعد الشاور، لو نمنا على حاجه ساتان والماتيريال او الحاجات بتاعتها طبعا احسن بكتير لشعرنا. يعني ده بصي شعرك ده بيتاثر باي حاجه زي بشرتك كده بالظبط. اي حاجه بتعمليها غلط هتلاقيها برضو يعني بتبوظ لك حاجه في شعرك. فطبعا المخده انا من الحاجات اللي لازم برضو البنات تبقى واخده بالها منها، ان انت المخده اللي تنامي عليها تكون حاجه مايله للحرير او للساتان او الحاجات دي، لان دي برضو ما بتوقعش شعرك من الاخر. ما بتصحيش مثلا تلاقي شعرك بقى واقع على المخده او شعرك لا خالص. يعني لو انت واخده بالك من الحاجات دي، حتى الفوطه اللي انت ممكن تحطيها بعد الشاور، الفوطه اللي هي طالعه جديد المايكرو فايبر والحاجات دي، فعلا دي من الحاجات اللي بجد بتفرق جدا في الشعر. لانها انت لما مثلا بتطلعي بعد ما انت واخده شاور ولفه شعرك مثلا بالفوطه، الفوطه المايكرو فايبر عامه ما بتضيعش الترطيب بتاع شعرك، فبالتالي شعرك بيفضل كويس، ويعني مع الوقت ما بيقعش ما بيتساقطش. انما لو انت حطيتي فوطه عاديه مثلا او كده لا بتفرق. يعني دي عن دي بتفرق. او لابعد الحدود برضو انا سمعت ان هو يعني ممكن تستخدمي تي شيرتات لو الفوطه لو انت دي مش متوفره. يعني لو اقصد انت ان مش هو عندك باقل المايكرو امكانيات فايبر نحاول بالظبط يعني ما نوقفش باقل نفسنا عند يعني حاجه. يعني احنا بنعرف نتصرف. يعني ما اتصرفي بنغلبش سواء كده او كده اتصرفي لازم.
طيب جميل قوي يومنا. ميرسي قوي على كمية المعلومات دي والحاجات اللي انت قلتها لنا تفيدنا طبعا. ميرسي يا سهيل. وحاجة بجد انا بستفاد منك قوي فيها، ان انت بتأكدي دايما على حتة ان احنا اول حاجة لازم نروح لدكتور. حتى يعني يومنا كانت بتقولي بره الحلقة مش معنى ان انا بقول للبنات اعملوا فهم ياخدوا كلامي، هم برضو لازم الاول يروحوا لدكتور. بالظبط فدي حاجة جميلة جدا بصراحة، ولازم بنات فعلا تاخد بالها منها. يعني بالظبط انا قبل ما اروح اعمل ليزر سمعت كلامك ورحت لدكتور، مع انه دي حاجة يعني خلاص بقى كل البنات عارفاها وعندها ثقافة فيها وعلم فيها، بس ايه الطريق برضو ان انا اروح لدكتور عشان ما يحصليش بقى لا حرق ولا اي حاجة. بالظبط بالظبط فنعتمد بس الموضوع ده منك اهم حاجة. اكيد. ميرسي قوي يوم. ميرسي يا سهيلة. وما تنسوش تتابعوني في بودكاست عشانك في كل المنصات الموجودة في الديسكريبشن. باي باي.